بغيت ولدي الجنة وبغيت حق ولدي وسيدي محمد وسي الحموشي، ورا بغيت حق ولدي، ورا ولدي خدام بنيته، ولي هازني ولي مدني للسبيطار، ورا عندي السكر والسرطان، وراني زحافه مركبيه. انت غتجي هذا تمرضني، شنو الربح عندك تطلع لي نص الدم ولا طلع لي السكر؟ شنو الربح عندك انت دابا؟ تمشي تشرب فانيت السكر دابا على قبلك انت ياك. حد كيتحرك بها كنطلوا بحال هكا الباب اللي ملي محلول ديال اليسار والعافيه ساعده. الله ينا ما كاين حتى حاجه. وهذوك هربوا فاش شافوا زادوا هربوا هذيك الساعه تتنوع أسباب ودوافع ارتكاب الجرائم، وتختلف الظروف المحيطة بها. تتنوع الأدوات التي يتم استعمالها من طرف الجناة. القصص التي سنتناولها خلال هذه السلسلة مستمدة من صميم واقع مجتمعنا المغربي، كلها تتعلق بجرائم واقعية تابعنا وعايشنا وقائع بعض منها لحظة بلحظة، وأخرى استقينا تفاصيلها من سجناء سابقين ممن عاشروا الجناة وراء القضبان، أين يتم إطلاق العنان لألسنتهم من أجل البوح والكشف عن الحقائق. السلام عليكم خوتي المغاربه وتاتي المغربيات، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وما يخصكم حتى خير. فصيله هذه الحلقه اليوم جينا نهضروا على الشرطي المرور هشام بورزة. تم القتل ديالو بواحد الطريقه اللي هي بشعه، وحرقوه ورموه في القادوت. والله اخوتي العزاز الا من صيفطوا لي التصاور ديالو والله ما جاني لا ماكله ما جاني لا نعاس لا حتى شي حاجه، محروق بحال اللي كيما نقولوا جبتوا شي راس ديال الحولي وحرقتوه بحال هكا وشوطوه بحال هكاك مشوط حاشاكم، والجنب ديالو خارجين له المصارن واحد الجنب. المهم داروا له واحد الموته اللي هي بشعه، وخلاو والديه ولادو محروقين عليه كل شيء. دار كاع نقولوا اي واحد كيغلط، خير الخطا التواب، اي واحد كيغلط، ولكن باش ديروا له هذيك الموته لا. وشكون وراء هذه الجريمه هذه؟ واحد بارون المخدرات اللي هو جد خطير الملقب بالريفي، اللقب ديالو الريفي. وهذا بارون المخدرات جد خطير كينحدر مدينه الدار البيضاء. القبض عليه خوتي العزاز في طنجة. وهاد غادي تعرفوا، غادي تبقاو معايا باش تعرفوا تفاصيل هذه الحلقه. ما تنساوش ديروا اشتراك في القناه وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. تم القبض الحمد لله، بدا يتفك هاد اللغز 100%. الخيوط ديال هاد اللغز هذا بداو يتحلوا وبداو يتفكوا 100%. شكرا للامن المغربي والشرطه والامن كامل، المديريه العامه للامن الوطني كامل خوتي العزاز. والقضيه يدخل فيها حتى دريسي. كما تعرفوا خوتي دريسي هو الشاف ديال لابيجي كما نقولوا، هو كاين حاضر مدينه وجده. كتعرفوا بان الناس اللي كيعرفوا دريسي انه هو يعني كما نقولوا لوريجين ديالو من وجده، ودخل في هذه القضيه هذه. يعني المغرب كامل تهز لهذه القضيه هذه اللي فيها مجرمين اللي هما خطيرين، وتجاره المخدرات والتجاره في كل شيء. وهذا بارون المخدرات خوتي العزاز الملقب اللي اللقب ديالو الريفي تم القبض عليه في مدينه طنجة. وتم القبض على 4 نتاع الناس اللي منهم هما بنات، 2 بنات و2 رجال في مدينه السعيديه اللي هي في المنطقه الحدوديه ديال الجزائر. حنا كنعرفوا المنطقه الحدوديه انها مشدده بالامن. وتم القبض عليهم خوتي العزاز تم في السعيديه في واحد الشقه ديال الكيران. كما نعرفوا حنا السعيديه منطقه اللي هي سياحيه جايه ما بين وجده وبني درار واحفير. الناس اللي كتعرف ديك المنطقه راه تعرفها، منطقه سياحيه. يعني اي واحد كيمشي تما كيكريولو بانه
يعني كما نقولوا جاي يشوف هذيك المدينه. وهما اخوتي العزاز هاد الناس هادو جاو تما كراو يعني باش يهربوا على العيون ديال الشرطه وديال الامن وديال الناس، باش كما نقولوا يتنسقوا مع واحد الناس باش خوتي العزاز يهربوهم المنطقه الحدوديه باش يهربوهم للجزائر. ولكن الحمد لله الشرطه كانت لهم بالمرصاد وتم القبض ديالهم، يعني شدت ديك المنطقه كما نقولوا بالشرطه، يعني كما نقولوا بالامن، وتم القبض ديالهم. وهاد الناس هادو اللي هما خطيرين جدا خوتي العزاز، وما وراء هذا الشيء هو الانتقام، هو اللي غادي يكون باش داروا هاد الجريمه هذه. وكيقولوا بان هذاك السيد يعني الشرطي المرور كانت عنده علاقه بواحد السيده، وديك العلاقه بهذيك ديال السيده هي اللي خلات هاد المجرمين هادو خوتي العزاز ينتقموا منه ويقتلوه بديك الطريقه البشعه اللي غادي نقرا لكم التفاصيل. لان الناس بزاف كيقولوا في المقالات بزاف كيقولوا بانه كانت له علاقه مع واحد السيده، ولان هذيك السيده هذيك هي اللي دارت له هذا المشكل هذا، ومن بعد جاوت هذه العصابه وتم الانتقام ديالو وقتلوه بهذيك الطريقه. يعني شحال واحد ما كيبغيش يسمع انه يعني اي خير خطا توهم بانه هذاك السيد يعني كانت علاقه مع شي سيده، الله اعلم، يا ربي تسمح لنا. ولكن خوتي العزاز يكون دار اللي دار، ولكن اي واحد كيغلط، ولكن ماشي بديك الطريقه بنادم يتقتل. كاين الامن، كاين شكايات، كاين بزاف ديال الصور، ولكن حنا الناس والمغاربه كيطالبون لهاد الناس بهادو باقصى العقوبات، والناس يعني بغاو يطبقوا الاعدام بحال هاد الجرائم اللي هما كبار. الناس كما نقولوا الامن خصو يطبق الاعدام باش ما يبقاوش يوقعوا بحال هاد الشيء هذا. شوفوا خوتي العزاز، اقسم بالله العلي العظيم الا من صيفطوا لي التصاور ديالو والله خوتي العزاز ما جاني لا نعاس ولا ماكله ولا حتى شي حاجه. واحد القتيله ما تقدروش تشوفوا خوتي العزاز، يخرج لكم في المنام. الله يصبر والديه ويصبر العائله ديالو. غادي نقرا لكم تفاصيل هذه الحلقه باش تعرفوا. الانتقام قد يكون وراء وقوع هذه الجريمه هذه ديال قتل الشرطي المرور هشام والمشتبه بها فتاة، وشبكة الاتجار الدولي في المخدرات. يعني هما كما نقولوا هذا البارون ديال المخدرات يعني مشاو كما نقولوا استهدفوا، الحمد لله الشرطة استهدفت داك المنزل هذاك ولقاو واحد الكمية كبيرة ديال المخدرات، والاب ديالهم هو كان خدام في المخدرات، يعني كما نقولوا زو الخدمه ديال الاب ديالهم. واكدت مصادر مطلعه ان المكتب المركزي للابحاث القضائيه التابع للمديريه العامه للمراقبه التراب الوطني وبتنسيق مع المصالح الامنيه في طنجه والسعيديه بدا يقترب من فك طلاسيم وخيوط لغز جريمه قتل الشرطي المرور هشام. وكشف المصادر ذاتها انه بعد توقيف شابه في مقتبل العمر، شي كبيره بزاف، وإخضاعها للإجراءات البحث والتحقيق، تبين أنها كانت على علاقة مع الشرطي قيد حياته ضحية عملية القتل والحرق. يعني قال لك أنه كانت عندها علاقة مع الشرطي هشام ضحية عملية القتل والحرق بدوار الخضارة السوالب، كما كانت لها علاقة مع أشخاص آخرين تريد أنهم طرف في الجريمة. عندها علاقة مع هذا الشرطي هذا، وعندها علاقة مع حتى الأطراف الآخرين اللي قتلوه خوتي العزاز. وحسب المعطيات التي حصلنا عليها فإن الأبحاث والتحريات المنجزة من طرف عناصر البسيج والدرك الملكي مكنت من تحديد هوية المشتبه بها والتي كانت تربطها علاقة بالشرطي المغدور، كما تم توقيف شقيقين، يعني هذوك الخوت اخرين بمدينة السعيدية، هذوك زوج خوت اللي تم التوقيف ديالهم بمدينة السعيدية قد تكون لهما علاقة بجريمة القتل، كما تم توقيف شخص اخر بطنجة يبلغ من العمر 24 سنة ويملك ضيعة فلاحية بالمنطقة التي تم فيها رمي وحرق جثة الشرطي المغدور، وهي الضيعة التي حجزت فيها كمية مهمة من المخدرات. ورجعت ذات المصادر أن تكون الجريمة التي أودت بحياة الشرطي سببها للانتقام من طرف عصابات إجرامية منظمة تمتهن تجارة المخدرات، يعني هما بارون المخدرات خوتي العزاز. وكانت المصالح الأمنية قد عثرت على جثة الشرطي الشاب المحروق ومبتورة الأطراف السفلي، يعني كما نقولوا
الجهه ديال الجنب ديالو خارجين لها المصارن والرجل مطوي. اخوتي العزيز كنشوفوا هذيك التصويره ولا هذيك التصاور اقسم بالله ما يجيكم النعاس. حددت المصادر ان تكون الجريمه التي اودت بحياه الشرطي سببها الانتقام من طرف عصابة إجرامية منظمة تمتهن تجارة المخدرات. وكانت المصالح الأمنية قد عثرت على جثة الشرطي الشابة محروقة ومبتورة الأطراف السفلي بدوار الخضارة بحد سوالم ضواحي مدينة الدار البيضاء. وهذيك الضيعة كان يمتلكها هاد تاجر المخدرات، هاد بارون المخدرات الملقب بالريفي. وكانت المصالح الأمنية قد عثرت على الجثة ديال الشرطي احتمال داخل في الروقر حاشاكم. وتجدر الإشارة إلى أن الهالك قيد حياته هشام بورزة أب لطفلين، عنده مسكين خلى طفلين جوج ديال الأطفال، كان قد قضى أزيد من 15 سنة في مصلحة شرطة المرور بعدما التحقق بسلك الشرطة سنة 2007 قبل الإجهاز عليه وحرق جثته ورميها بقناة الصرف الصحي اللي هو قادوس. وفي الوقت الذي تتواصل تحقيقات السلطات الأمنية لفك لغز جريمة قتل الشرطي المرور الذي عثر على جثته الأسبوع الماضي في منطقة حد سوالم، ظهرت مستجدات جديدة في هذه القضية التي هزت الرأي العام. وقال شقيق الشرطي المغدور في تدوين فيسبوكية تم تداولها بموقع التواصل الاجتماعي إن رجال الشرطة مشكورين لا ينامون، الحمد لله ما كينعسوا لا ليل لا نهار، وفي تواصل معنا صباحا مساء، وكيتواصلوا مع العائلة ديال الشرطي المحروق صباحا ومساء. وأضاف وأكد قال لك شي مغالطات، هذا الشقيق ديال الشرطي قال لك أضاف أن بعض المغالطات كيحطوهم الناس لا إله إلا الله، وقال لك حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم. السيد هاد بارون المخدرات كانت عنده تقريبا شي 60 مذكرة بحث، وانا الحاجة اللي ما دخلتليش على الراس هذا بارون مخدرات اللي هو كبير وعنده ما يقارب 60 مذكرة بحث، وكي تعتبر من أكبر وأخطر بارونات المخدرات بمحيط الدار البيضاء، ذروة ومديونة من الجهة ديال الذروة ومديونة وضربوا عزة بعد تحديد الهوية ديالو. الحاجة اللي ما دخلتليش للراس السيد عنده تقريبا 60 مذكرة بحث، هو روشيرش وما تمش القبض عليه. علاش؟ لان كيقولوا بعض الناس انه عنده اصدقاء ديالو وكيعطيهم الفلوس وزيد وزيد وزيد، يعني تاجر مخدرات اللي هو كبير في الجهه ديال الذروه مديونه وضربوا عزه. ولكن الحمد لله تمكنت المصالح الامنيه يوم امس الثلاثاء من توقيف 4 اشخاص توجد بينهما امرأتين داخل شقه وعده للكراء ديال الكراء كما قلت لكم في مدينه السعيديه. أشار المصدر الى ان المشتبه فيهم اختاروا مدينة السعيدية لأنهم كانوا يخططوا باش يهربوا انطلاقا منها إلى الجزائر باش يعني بواحد الزودياك الشريط الحدودي بين البلدين. نحن كنعرفوا خوتي العزاز أن وجدة والسعيدية يعني هما اللي كيفصلوا ما بين الجزائر مغنية، فهمتوا خوتي العزاز، يعني قريبة، يعني تقدر تهرب من تما. ولكن الحمد لله هذيك المنطقة هذيك مشددة بالأمن. وتم نقل الموقوفين الأربعة من السعيدية إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء تحت حراسة مشددة لفت مدى تورطهم في هذه القضية هذه التي هزت الرأي العام والوطني حسب ذات المصادر. وأضافت المصادر ذاتها أن الدخيسي ما زال منذ صباح اليوم داخل مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الدار البيضاء التي تولت الإشراف على التحقيقات، يعني الدخيسي دخل في القضية. وكما تشارك في هذه التحريات والأبحاث المتواصلة والمتسارعة كل من فرقة مكافحة الجريمة المنظمة في المديرية العامة للمراقبة تراب الوطني والفرقة الجنائية والولائية في ولاية أمن الدار البيضاء. وأفادت المصادر ذاتها أن مديرية الشرطة القضائية في المديرية العامة حل بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء من مدينة أكادير، وحتى يتولى الإشراف على تفكيك لغز هذه الجريمة التي يبدو أن معالمها بدأت يعني تتضح.
وكان محمد دخيسي في مهمة بمدينة أكادير لتمشيط المنطقة سوس من أوكار المشتبه فيهم في قضية مختلفة شكلت موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني، يعني بلعوا كل شيء، أي واحد فيه الشك يديروا معاه التحقيقات. إلقاء القبض على 4 أشخاص اكتشف أن بينهم مشتبها فيه يحمل لقبا وهو تاجر مخدرات. كما قلت لكم اللقب ديالو هو الريفي، وهو تاجر مخدرات معروف، يشكل موضوع 60 مذكرة بحث، ويرجح أن له علاقة مباشرة باقتراف الجريمة. بارون المخدرات خوتي العزاز اللي الملقب اللقب ديالو الريفي عنده تقريبا 60 مذكرة بحث، والغريب في الامر ما تمش القبض ديالو. يعني هذا الشيء هو الغريب في الامر، ولكن الحمد لله محمد الدخيسي دخل على هذه القضيه هذه، ويعني من اكادير جا حتى للدار البيضاء وجا حتى مكان يعني اللي صارت فيها الجريمه، والحمد لله بدا هو يزير لانه هو الشاف ديال لابيجي. راكم عارفين خوتي العزاز اقسم بالله العلي العظيم من كان يجي لوجده ولا كان يجي لديك المنطقه الشرقيه، يعني كل شيء كان يهضر على جات تخيسي، يعني كان ينقي هذيك الجهه من المجرمين خوتي العزاز. والحمد لله الان راه دخل وراه كما نقولوا بدات يتفك اللغز. وهذه القضيه هذه خوتي العزاز اللي اثارت ودارت واحد الضجه كبيره في المواقع التواصل الاجتماعي وفي السوشيال ميديا كامله ديال هذا الشرطي هذا. والمشكل هو انه كيقولوا الناس بانه عنده علاقه بواحد السيده، وديك السيده هي المشكل اللي دارت هذا الشيء كامل، ودخل في هذا البارون المخدرات هو اللي كما نقولوا هذا بارون المخدرات اللي كما نقولوا الملقب بالريفي، يعني واحد البارون اللي هو كبير من جهه في المنطقه ديال الدروه ومنطقه ديال ضرب عزه وفي المنطقه ديال ديك المنطقه كامل، اللي هو بارون خطير جدا. وتم توقيف تقريبا ديال 5 ديال الاشخاص، منهم 2 ديال السيدات ومنهم 2 ديال الشقيقين وهذا بارون المخدرات. وزيد خوتي العزاز، وهنا غادي نكشفوا التفاصيل فيديو قادم ان شاء الله باش تعرفوا التفاصيل ديال هذه الحلقه وعلاش تم القتل ديال هذا الشرطي بهذه الطريقه البشعه والحرق ديالو وزلعوا له حاشاكم مصارينو. غادي تعرفوا التفاصيل الكامله، والحمد لله دايره الشرطه البحث ديالها في سريه، وكل شيء غادي تعرفوه في التفاصيل الجايه ان شاء الله، وعلاش قتلوه وعلاش. لا اله الا الله محمد رسول الله. ما تنساوش ديروا اشتراك في القناه، ضغطوا على زر الجرس باش تشوفوا جديد. الى فيديو قادم ان شاء الله، وتبارك الله عليكم.